السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ماريز اورغانيكس. في هذا الفيديو غتشوفوا المكونات وطريقة تحضير وصفة الطاقة اللي كاملين بكم محتاجين ليها وكاملين بكم تتقلبوا عليها. وصفة الام الحنونة لنا كاملين، الناس اللي عندهم نقص الفيتامين دي والفيتامينات، الناس اللي عندهم فقر الدم، الناس اللي كانت عندهم الجرثومة وبراو منها، فهاد الوصفة راها ليكم. الوصفة اللي إلا ما نفعتكمش ما غاديش تضركم طبعا. دواؤنا في غذاؤنا، والوصفة اللي لقات إقبال كبير عند الزبناء ديالي اللهم بارك، واللي داها تعاود ياخدها. فبالنسبة للمكونات ديالها تقدروا ديروا المكسرات اللي بغيتوا. أنا بالنسبة ليا تندير اللوز والجوز، حبوب الشيا والزنجلان والتمر والزبيب والكرموس، وزدت واحد المعلقه اللي هي اختياريه ديال الحبوب اللي عندي مطحونه اللي تنديرها في العجينه، يعني خاصه بالعجينه. تقدروا تضيفوها وتقدروا تستغناو عليها، ما غاديش تاثر نهائيا على المذاق ديال الوصفه، غير هي غادي تغنيها اكثر واكثر. طبعا المكسرات اللي بغيتو ديروا تقدروا تزيدوا الزريعه القرعه او الزريعه ديال اليقطين، تقدروا تزيدوا الزريعه ديال نوار الشمس، تقدروا تزيدوا الاكاجو، تقدروا تزيدوا البيستاج اللي بغيتو نتوما، تيبقى لكم الاختيار. من بعد ما وجدت المكونات ديالي كامله طبعا تكون نقيه منقيه كلشي واجد، تنقطعهم قطع على حساب الذوق ديال كل عائله. ومن بعد تناخذ المكونات الجافه تندخلها للفران باش تتعقم ليا مزيان، وفي نفس الوقت تتقرمش، يعني غير تسخن مزيان صافي، ما نزيدش. مجرد انني نلقى المكسرات ديالي سخنوا مزيان صافي، يعني تنخرجهم من الفران. يعني الهدف ديالي من هاد انني تندير هاد العمليه هذه هي انني تنعقم المكسرات ديالي وتنحتفظ بالوصفه لمده اطول. من بعد ما خرجوا المكونات الجافه او المكسرات ديالي من الفران، فهنا حطيتهم في واحد البول اللي هو كبير اللي نقدر نخلط فيه، وزدتهم زيت الزيتون والزيت ديال البري. اللي ما توفرش ليه زيت البري فيقدر يدير زيت الزيتون بوحديته. فزيت البري راه معروف بالفوائد ديالو التي لا تعد ولا تحصى. زيت الزيتون وزيت البري اللي استعملتهم في هذه الوصفه فهي كاينه عندنا اللهم بارك وكميه محدوده ونادره جدا، لان الزيت ديالنا ما غتلقاوش بحالها في السوق نهائيا، لان عندنا الزيتون القديم ديال الجدود.